رجل تحدى قوانين الجاذبية ووقف أمام معادلات أينشتاين، ليس مقلداً بل نداً. ومن هذا العبقري؟ هل هو حقاً مصري؟ نعم، إنه الدكتور مصطفى مشرفة، أول مصري يحصل على دكتوراه العلوم، والرجل الذي وصفه أينشتاين نفسه بالعبقري، لكنه رحل في ظروف شديدة الغموض. أين ولد مصطفى مشرفة؟ في دمياط سنة 1898 وسط عائلة بسيطة، لكن عقله سبق عمره بسنوات. التحق بمدرسة المعلمين، ثم حصل على منحة للالتحاق بكلية العلوم بلندن. يعني تعليمه كان خارج مصر؟ تماماً، وهناك كتب اسمه في سجلات التاريخ. حصل على دكتوراه في العلوم من جامعة لندن، وهو أول مصري وثاني عالم في العالم ينال هذا اللقب الرفيع. بماذا تميز مشرف علمياً؟ كان رائداً في أبحاث النظرية النسبية والطاقة الذرية والإشعاع، وسبق عصره، حتى إن أبحاثه كانت تراجع مباشرة من أينشتاين نفسه. يعني فعلاً كان أينشتاين العرب؟ وأكثر من ذلك، كان يحلم بأن تمتلك مصر مفاعلاً نووياً سلمياً، وكان يرفض تماماً استخدام العلم في الدمار. هل كرمه الملك فاروق؟ نعم، عرض عليه وسام النيل، لكنه رفضه بشدة قائلاً: لا أحتاج لأوسمة ممن لا يعرفون قيمة العلم، ورفض دعوة العشاء بالقصر الملكي احتراماً لكرامته. هذا الكبرياء إنه عظيم. كيف مات مصطفى مشرفة؟ في سنة 1950 توفي بشكل مفاجئ في ظروف غامضة بعد أيام من نشره بحثاً عن استخدام الطاقة الذرية في الطب، وقيل إن المخابرات الصهيونية كانت تراقبه. قتل؟ البعض قال تسميم بطيء، والبعض قال نوبة قلبية، لكن الحقيقة لا تزال في طي الكتمان. الدكتور مصطفى مشرفة، الرجل الذي حلم بأن تنهض مصر بالعلم وواجه السلاطين بكرامة العلماء. ربما مات، لكن فكرته لم تمت، لأن العلماء لا يدفنون، بل يعيشون في كل ذرة نور نراها حولنا. اشتركوا في بودكاست حكايات مصرية، فكل حلقة قصة، وكل قصة وعي.